كل سنة وانتم طيبين وبألف خير. النهاردة هعمل معاكم الكنافة بالقشطة الكدابة كده او المهلبية، حاجة في منتهى الجمال. اول حاجة كده معانا بولة كده هنزل فيها بكوبايتين من اللبن لازم يكون كامل الدسم. ومعايا كده معلقتين او 3 معالق كده من الكريم شانتيه، ومش اساسي، لو مش متوفر عندك تمام. انا حاطه كريم شانتيه خام، ممكن تحطي محلى، بس يستحسن ان الخطوه دي ميبقاش فيها اي سكر تماما. ومعايا حوالي معلقتين 3 كده من النشا. ولو حابه تحطي لبن بودر تمام، حابه تحطي قشطه وش اللبن، قشطه معلبه، اللي متوفر عندك تمام. بس احنا عايزين نعمل قشطه اقتصاديه كده ومفيش فيها تكاليف كتير، فيستحسن نحط حاجه بسيطه وهناخد نفس الطعم، حاجه برضو في منتهى الجمال. هندوبهم كده على النار، هندوبهم كده مش على النار، يعني لسه ما شغلتش النار، هندوبهم كده على البارد. وبعدين اول ما يدوبوا كده والمكونات كلها تختلط في بعضها، هنشغل النار كده لحد ما يدوبوا ويتقلوا معانا. في الخطوة دي خلاص الخليط بتاعي ما فيش فيه اي تكتلات ولا فيه اي حاجة. هولع النار بتاعتي كده وابدا اقلب لحد ما يتقل معايا القوام اللي انا عايزاه. وطبعا هنسيبه يبرد، وانا مجهزه شربات الكنافه وكنت عملته معاكم اكتر من مره، فمش هعمله معاكم المره دي. طبعا معايا نص كيلو من الكنافه، حطاه يجمد كده في التلاجة، حطاه يجمد في الفريزر وطلعته. فرغت كده الخليط بتاع القشطه بتاعي زي ما انتم شايفين كده، وهسيبه يبرد. وطبعا هغطيه عشان وشه ما ينشفش، لازم نعمل الخطوة دي. وطبعا هنستخدمه الخليط، هنستخدمه بارد، ما ينفعش نستخدمه سخن كده على طول، هنستخدمه بارد. هسيبه بقى يبرد كده على جنب، وهبدأ فيه يعني اقطع الكنافة بتاعتي. وجايبه نص كيلو من الكنافه، حطيتها في الفريزر تجمد كويس جدا زي ما انتم شايفين عشان تبقى سهله معايا في التقطيع. وهنبدا فيها كده نقطعها ونفركها زي ما انتم شايفين، بتتقطع بكل سهوله، وفي حتت مكلكعه كده بفكها من بعضها زي ما انتم شايفين كده لحد ما خلصت الكميه بتاعتي كلها. وطبعا معايا معلقتين، النص كيلو عليه 3 معالق من السكر البودر، بيكرمل كده الكنافه ويخليها تمسك في بعضها كده ما تفكش، حاجه في منتهى الجمال. وطبعا نص كيلو كنافة مع كوباية من السمنة كده مسيحاها، وربع كيلو نص كوباية من السمنة. لازم المقدار بتاعنا يبقى كويس عشان ابقى اخد طعم كويس. جبت الصينية بتاعتي ودهنتها كويس بالسمنة البلدي. يستحسن طبعا الحلويات والكلام ده نعمله بسمنة او سمنة بلدي او زبدة، تبقى طعمها حلو كده وخفيفة، حاجة في منتهى الجمال. هقلبه كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده، هنفضل نقلب كويس جدا زي ما انتوا شايفين لحد ما الكنافة بتاعتي كلها تتغلف بالسمنة بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. هنقلبها كويس، وهاخد حبة سمنة كمان وهدوبهم كويس جدا مع الكنافة بتاعتي، حاجة كده ما شاء الله عليها، ريحتها طبعا مع السمنة البلدي والسكر حاجة في منتهى الجمال. وهنتأكد ان الكنافة كلها بتاعتي كده اتغلفت بالسمنة. وهجيب القالب بتاعي او الصينية بتاعتي، هفرك فيها الكنافة بتاعتي اللي غلفناها بالسمنة كويس جدا. ولو في اي حتة مكلكعة برضو نفككها من بعضها كده، وما نحطش الكنافة كلها في حتة واحدة، نوزعها كده عشان يبقى الطبقة كلها متساوية، ما يبقاش حتة من فوق كده مكلكعة وحتة رفيعة، لا، عايزين الكنافة تبقى بسمك واحد. ونكبسها كويس جدا ونعمل سور كده من الجناب عشان اما احط القشطه بتاعتي او الحشو بتاعي ما يخرجش كده من الكنافه بتاعتي. زي ما انتم شايفين هضغط كويس جدا كده زي ما انتم شايفين، واعمل سور كده من فوق كويس جدا عشان اتاكد ان الكنافه بتاعتي الحشو بتاعي ما يخرجش من الكنافه بتاعتي. زي ما انتم شايفين كده هفضل اكبس وانزل بيه الخليط بتاعي بعد ما برد تماما وتقيل معايا زي ما انتم شايفين. وما تقلقيش لو في اي حتت مكلكعه او حاجه، بس احنا ضاربينه كويس مش هيكلكع. ممكن في الخطوه دي تعمليه كده بمضرب سلك او بالمضرب الكهرباء بتاعك، بس انا الخليط بتاعي ما كانش فيه اي حاجه مكلكعه خالص، فردته كده في الصينيه. وهبدا كده احط الطبقه الاخيره من الكنافه بتاعت صينيه كنافه خطيره 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 بطريقه سهله وبسيطه
وحشو اقتصادي، مفيش فيها اي تعقيدات ولا فيها اي حاجة خالص، تقدري تحضريها بكل سهولة. حاجة كده في منتهى الجمال، مش بتاخد منك وقت خالص، بتتقدم سخنة. اي كنافة احنا بنعملها بناكلها سخنة كده، حاجة في منتهى الجمال. يعني الكنافة بالذات مش من الحلويات اللي يعني ناكلها بعدها بساعتين 3 تاني يوم، لا، نعملها وبناكلها في وقتها عادي. حطيت كل طبقة الكنافة بتاعتي وكبستها كويس جدا، ما تقلقيش اكبسي، يعني ما تخافيش ان الحشو هيعمل منك او حاجة، اكبسي كده بكل هدوء، ما تقلقيش خالص. وحطيت معلقة سمنة بلدي على الوش كده، ودخلتها الفرن على درجة حرارة 180، ما كملتش 10 دقايق. ولما طلعت كده صبيتها كده بالشربات التقيل بتاعي. لازم شربات تقيل، ما ينفعش شربات خفيف، والشربات بتاعك يكون بارد مش سخن. وهقلبها كده على الناحية التانية برضو، ولو اشوفها لو محتاجة سكر هنحط سكر. وطبعا الحشو بتاعنا ما نحطش عليه سكر خالص. وهطلعها كده اعمل عليها معلقة من السمنة البلدي كده من ظهرها من فوق زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين احط شربات تاني، حسيتها ان انا عايزه شربات فحطيت شربات تاني. والحشو بتاعي ما يتحطش عليه سكر، لان احنا طبعا بنحط السكر والحشو بيشرب من السكر بتاعنا، فما ينفعش نحط اي سكر تماما. وكده خلاص الكنافه بتاعتي كانت جاهزه وحلوه وخطيره وطعمها احلى. يا رب يكون الفيديو بتاعي نال اعجابكم، ما تنسوش اشتراككم في القناه واعجابكم بالفيديو عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.